السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نبات الشبت او عشبة الشبت، وكمان هنتعرف على اهم فوائدها لجسم الانسان، وكمان عن الفيتامينات اللي موجودة فيها، وعن العناصر الغذائية اللي موجودة فيها. بس طبعا في البداية وقبل ما أبدأ كلامي مع حضراتكم لازم نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تنحل بها العقد وينفك بها الكرب ويفتح لنا بها أبواب الرزق إن شاء الله، ويرفع بها عنا البلاء يا رب العالمين. طبعا في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نتعرف على شكل نبات الشبت أو عشبة الشبت زي ما كلنا عارفينها هنا عندنا في مصر. دي شكلها ولها طبعا استخدامات كتيرة جدا جدا. هي بتبقى شكلها مختلف عن البقدونس وعن الكزبرة وعن الكرفس. شكلها عاملة زي الشجيرات كده الصغيرة اللي جنب بعضها، وكمان بقى ريحتها حلوة جدا جدا وليها نكهة حلوة قوي قوي. وخصوصا بقى كمان لما بتضاف بقى للأكلات المصرية الشرقية اللي عندنا، مثلا زي المحشي وزي السلطات وبعض الأطباق اللي بنضيف ليها نبات الشبت، وبتديها نكهة حلوة جدا وكمان طعم رائع. عايزين نعرف في البداية إن نبات الشبت ده بيعتبر عشبة لها أوراق خضراء وكمان فواحة الرائحة، ومع كمان نكهة مميزة جدا جدا. وبتستخدم نبات الشبت دوت لرفع نكهة الأطباق المستخدمة، لأنها بتحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات وكمان العناصر الغذائية، وذاتها بقى رائحة جميلة جدا وبتديها مذاق جميل. ومن أهم فوائد عشبة الشبت أو نبات الشبت، أول حاجة بينظم الشبت بفعالية ممتازة جدا جدا مستويات السكر في الدم، وده خصوصا كده للناس اللي بتعاني من مرض السكر. وكمان ليها فوائد عظيمة جدا في الحفاظ على صحة العظام، لاحتواء الشبت على نسبة عالية جدا من الكالسيوم. لذلك بيعد الشبت عنصر مهم جدا لحماية العظام من هشاشة العظام. وكمان من أهمية نبات الشبت إنه طارد للغازات الزائدة اللي بتتراكم في الأمعاء. وكمان يمتاز نبات الشبت بامتلاكه خصائص جيدة جدا بتكون مضادة للميكروبات. كما أن يساعد نبات الشبت في علاج الإسهال، حيث يوجد به خصائص بتساعد على الهضم مما يقلل من عسر الهضم. سبحان الله، كل دي فوائد موجودة في نبات الشبت أو عشبة الشبت. وأيضا من فوائد النبات الشبت تخفيف من الآلام الالتهابات زي التهاب المفاصل، وكمان التهاب المفاصل الروماتيدي والنقرس، حيث يعرف من قديم الزمان أن عشبة الشبت أو نبات الشبت بيسمى بالعشب المضاد للالتهابات. علشان كده دايما بيحفزوا تناول نبات الشبت بالنسبة للناس اللي بتكون عندها التهابات في المفاصل والتهابات النقرس والروماتيد. وكمان من أهم فوائد الشبت إنه بيحافظ على دورات الطمس عند النساء. وكمان بيستخدم الشبت كعلاج لاضطرابات الجهاز التنفسي. وكمان بيستخدم الشبت كمضاد للحساسية والسعال.
سبحان الله، كل دي فوائد موجودة في نبات الشبت. وكمان من أهم فوائد الشبت هو العناية بالفم، لأن بيعتبر بذور الشبت من المعطرات للنفس، وكمان بتساعد على القضاء على العدوى الميكروبية للفم، وبتعمل كمان على منع تكوين البذور الحرة في اللثة والأسنان. وطبعا زي ما ليه فوائد كتيرة جدا وعديدة، برضو في آثار جانبية وبعض الأضرار لنبات الشبت. فبيعمل نبات الشبت أحيانا على تهيج الجلد عند استخدامه كعصير طازة للبشرة، يعني كماسكات للوقاية من أشعة الشمس وكده. ففي بعض من الناس بيحصل عندهم تهيج للجلد أو حساسية. وكمان من الآثار الجانبية للشبت بيعتبر غير آمن على الحوامل، حيث أن بذور الشبت يمكن أن تحفز على الحيض، ممكن مما يؤدي إلى الإجهاض بالنسبة للمرأة الحامل. سبحان الله، كل حاجة زي ما ليها فوائد برضو ليها بعض الأضرار. طبعا وبس خصوصا للناس اللي عندها زي حساسية أو عندها بعض التهيج الجلدي. ده نبات الشبت طبعا معروف عندنا هنا في مصر. والعشبة دي أو النبات ده مش متوافر في جميع البلاد. هو عندنا في مصر هنا اسمه الشبت، وانا معرفش بقى عندكم في البلدان التانية بيتسمى ايه. لو كنتوا بتشاهدوني من بلاد تانية مختلفة ياريت تقولولي وتعرفوني على اسم العشبة دي عندكم بتسموها ايه. احنا عندنا هنا في مصر بنسميها بالشبت، وبتستخدم عندنا في أكلات كتيرة جدا، وخصوصا المحشي. بتدي عندنا هنا نكهة حلوة جدا 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 للمحشي أو للمحاشي عامة، يعني بأنواعها الكتيرة المختلفة. وكمان بتدي نكهات حلوة جدا جدا لبعض الأطباق، وكمان السلطات، وبتدخل في بعض الأكلات، وبتدي مذاق عالي جدا، وكمان رائحة حلوة جدا جدا. ده كان فيديو النهاردة. حبيت اني اعمل ريفيو بسيط عن فوائد نبات الشبت، وعشان كمان كلنا نستفيد وكلنا نعرف اهميته وفوائده العظيمة. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه، وأتمنى أني أكون ضيفة خفيفة عليكم. وطلب بسيط جدا، لو أول مرة تشوفوا قناتي ومش مشتركين معايا والقناة عجبتكم، طبعا فضلا وليس أمر تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل علشان يوصلكم كل جديد أنا بقدمه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.